وعليكم السلام ورحمة الله. الخوت والخواتات تكونوا بخير وعلى خير ومسيرة موفقة ان شاء الله. المهم الخوت والخواتات بغيت ندير شويه الخبز المعمر بالخضره. انا حتى قطعت كاع تفكرت الصوير قلت اجي ندير مع الخوت والخواتات فيديو. المهم بغيت ندير كسكروت على حساب العشيه. نوريكم المقادير د الخضره. الحمد لله كلنا عارفين الخضره اللي كطيح في الخبز. انا بغيت ندير معكم غير مشاركه وصافي، فراه قطعت كلشي صايبته. هما الخواتات عندنا فلفله خضراء، فلفله حمراء، كورجيت، خيزو، كورجيت، داك القرعه محكوكه هكا في الحكاكه ديال مطيشه. عندنا البصله طرنش، عندنا لادان. المهم الخواتات عندنا هذا الربيع صبروا معدنوس كنفريكو تحت منه دايره الزيتون ماذا ما غاديش نشحرو، غادي ندير القراضه غادي نديرو داكشي باش ما نزلتوش في التبصيل. المهم الخواتات المقادير اللي درت في العطريه غادي ندير الاخر عليه يتشحر البصله وهي ولادن. المهم العطريه اللي درتها انا هنايا دايره عطريه ندير الربيع هو الاول هكا مداو فيه كان في الفريكو، خصو ضروري خصو يتحيد منه هذاك الماء ديال الفريكو. والعطريه اللي دايره داك هاي ندير هذاك نوريكم شنو درت في العطريه. غير سمحوا لي على التصوير وصافي. هاد التصويره البنات درت البصله ولادان، تصوير عاوتاني درت البصله ولادان يتشحروا هما الاولى فوق البوطه. والعطريه البنات درت سكنجبير وشويه البزار وشويه الخرقوم والاخرى عليها. درت تحميره غادي نخلي هاد اللادان وهاد الخضره حتى يتشحر مزيان. هاد اللادان هاد غادي ندير عليه الخضره، ها هو كياخذ شويه الوقت مع البصله كتصافى حتى شويه. والربيع فيه داك الماء ديال الفريكو كيكون في المجمد. عاد البنات ندير عليه هاد الخضره هذه اللي بقات، راه خديت من هنا لادان وداك الشيء بقات غير هاد الخضره ونبقى يتشحر لي هذا مزيان. ديك الساعه عاد غادي ندير عليه الخضره. المهم البنات راه كامله تبارك الله كتعرفوا طيبوا هذا الشيء. انا بغيت نشارك معكم غير هادشي اللي كان صايبه انا. كل واحد تبارك الله خير في دارو، كل واحد تبارك الله معلم كل شيء. انا غير بغيت نشارك معكم وصافي. الخبز فايته دايره معكم هذا الخبزه الكبيره، ودابا بغيت ندير شي خبز صغير في الفران. هذاك الشيء باش شاركت معكم لا العماره ولا هاد الخضره المشرومه. المهم الخواتات نتسنى حتى طيح شويه البصله هذه وهذه مع الصحراء هكذا تطيح شويه. سمحوا لي كنصور فيديو نحرك بيه باش نخلي في هاد التصوير وصافي. والملح يا البنات راه ما قلتها لكم شنو انا ملح، داك انا غير كيفيه على حسب الذوق. عرفتوا علاش الدجاج مالح لا دار مالح. انا كنجيب عندي وكندير له شويه الحامض، كندير شويه الحامض وندير له شويه الملحه ونخليه يبات مشرمل. والصباح كنغسلو حتى كيطيح منه هذاك الماء الحامض. عاد كندير نقطعو كما كتشوفوا البنات. راني درت الخضره كلها دابا، درت الفلفله، درت الكورجيت، درت الزو، درت الخضره كلها درتها. ونبقى بالتحريك حتى تطيح مزيان. عاد ندير لها الزيتون اصلا الا طيبتيه كيجي مرطح، متبقاش على المذاق ديالو. هو هذا اصلا هو راه كيسكر الخضر ما تعرفش طيبيه. وهادشي اللي كان البنات. الخبز راني عجنتو دابا طبقت معكم غير الشرموله. الخبز تبارك الله كلنا عارفين نخبزو، كلنا عارفين نعجنو كلشي عارفينو. المهم العيالات اختصاصيين في هذا الشيء الحمد لله. دابا حتى الرجال راهم رجعوا كيديروا هذا الشيء. وهذا الشيء اللي كان البنات. نبقاو مع الطياب ديال الخضره ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله في التصوير. من بعد سيدات البنات ندير عليه هاد الشويه ديال الزيتون كما كتشوفوا. هاد الشويه ديال الزيتون ودير واحد شي حبات هنا ديال الزيتون. والله الا الزيتون شحال غلا هاد الزيتون كحل الصراحه كدال. هادو شي حبيبات هنايا والله الا عطاتني 40 ريال 2 دراهم. غلا بالمعقول وراه الزيت غلا، هو ضروري حتى هو يغلى. ايوا كنبقاو الباقي مستمره على التحريك ديالنا بحال هاد الشكل. وهذا الشيء اللي كان العجينه عجنتو من قبيلات كنخلي حتى يرتاح. هاد الزيتون هذا اللي شفتو اللي جبت لكم
غنديرو على حساب الزبق، غنحطو من الفوق. وهاد الزيتون هذا الاخر القطه غنديرو الباقي. غنوريكم البنات العجينه ديالنا هي هذه. دا غنشوف الماء والملحه باش عجنتها واحد طريقه الخميره. عجنه كنخليها في السكيره هنا حتى كتسالي. غنبدا معكم ايوا نتلاقاو ان شاء الله البنات في التقديم، وتابعوني حتى النهايه. باقي كنسايب بلي هادشي، ونبقى نسايب الخبز ونتلاقاو ان شاء الله. يلا الخواتات، انا البنات من بعد عجنت الخبز كما شفتوا، قطعته هكا كويرات وعمرته بحال هذا الشكل. انا غنصايب معكم واحده اخرى. من بعد البنات غادي نصايب معكم واحد الخبيزه كيفاش درت ليها الطرق ديالها. غنحيد هذا الخبز هذا، غنحيد نديرو دابا يطيب. غادي نديرو من بعد البنات يطيب، غادي ندير فوق منه هاد شويه الزيتون هذاك كيعطيه شويه اللون وصافي. شي حاجه اخرى ما غادي يعطيه، كيعطي غير شويه المناظر وصافي. كنسدو بهذيك البلاصه باش ما تحلش. وهادشي اللي كان الخواتات. ودابا غادي نديرو يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. غنديرو يطيب ونتلاقاو الخبزه اخرى نقاداو قدامكم. من بعد الخواتات كما كتشوفوا غادي نجيب واحد الخبيزه. غادي ندير هاد الخبيزه هذه غادي نكرسها هكذا، وكندير لها هاد الزيت هذا اللي حيدت من البصله العطريه، هو اللي كنورقها بها هكذا كما شفتوا. كنخليها هكا على جنب. كنجيب وحده اخرى. المهم هذيك المقله عمرت. هاد المقله اخرى عندي صغيره غادي دير غير دويجات ولا ثلاثه ماشي مشكل حيت مادات. نتمنى الصوره تكون واضحه. هذاك الزيت اللي كندير هذا اللي كتشوفوا فيه التحميره وهذا الشيء هو اللي شاط من هو اللي عصرت داك المقادير باش صايبت باش كنصايب هكذا البنات. ومرحبا بكم الخوت والخواتات المتابعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا والف مرحبا. هذه غير البدايه. المهم كنبدا معكم هادشي اللي كنصايب الكسكروط ديالنا. المهم البنات هادشي اللي كان حنا سالينا. غنجيب هاد الخبزه الاولى. الخبزه الاولى غادي نكرسها هكذا كما شفتوا. غادي ندير فيها شويه العماره هكذا في الوسط كما درت الخواتات. هكا نهز هاد الجنيب هذا وندير له هكا، نهز الجنيب الاخر ندير له هكذا. هذا ما كيبغيش يتجمع. كنهز الاخر ندير له هكذا، نهز الاخر ندير له هكذا باش كتجمع ليا هكذا. كنجيب المقله فاش غادي نديرها ندير واحد شويه الزيت. فيها الصداع. هكا كنصايب حتى الاخرى هكذا تطلق مزيان. كندير لها شويه العماره اللي بقات كما شفتوا هكذا الخواتات. دابا ساليت العماره ديال الخبز ديالنا. بقى ليا واحد شويه العجين، واحد الطريقه كرستها معكم هي اللي بقات. هادشي اللي كان الخواتات. كنجمع هكا الخبزه ديالنا ونديرها في المقله. المهم البنات هذه اللي بقات ليا غادي نكرسها هكذا وندهنها. ما بقاش ما بقاليش العماره ديال الخبز ما بقاتش. ندير هكذا ونديرها في الجنب الطيب غتجي حتى هي زوينه. بقات لي واحد شويه العجين هنا في هذه. غادي داكشي اللي كان غادي نجمعو نديرو في الوسط ديالها غير شويه ماشي بزاف. غنزيد عليه هاد الشويه اللي بقى ديال سميتو الخواتات. المهم البنات راكم كلكم تبارك الله عارفين حتى شي وحده ما نقدر نوريها ولا نقول لها زعما كيفاش دير. انا كنشارك معكم الغديوه ديالنا. المهم هذه هي هاد شويه اللي بقى على ديك اللاطه. كنسد بهاد الزيتونات ما مسدودين غير كنكمل عليهم. وهادشي اللي كان الخواتات. نتلاقاو ان شاء الله من غير الخبز ديالنا وفي التقديم. وشكرا لكم وشكرا على المتابعه. من بعد البنات حنا سالينا عمرت هذا هو هذا والخبز تبارك الله ما شاء الله هكا طيب والله الا جا غزال. ما يمكنش نقطعها عامر على زويناتو والصحه والراحه. وسمحوا لي بزاف على هذا التصوير هذا
وهادشي اللي كان الخواتات. كنشكركم بزاف داخل المغرب وخارج المغرب. هاد البرايويت هذا مسوس وهذا حلو. المهم انايا دايره جبرات على حساب كاين اللي كيبغي المسوس كاين اللي كيبغي الحلو، وما يمكنش نصور لداخل داكشي باش صورت لكم غير هنا. بالصحه والراحه وتابعوني حتى النهايه. الله يرحم لكم الوالدين.